لو كنت جديد فهذه قناة جرمايا، قناة مخصصة لقصص الرعب الواقعية، قصص ناس عاشوا الرعب فعلا، وقصص ناس اختفوا وناس ما عاد لقوا لهم أي تفسير، قصص تخليك تعيش الجو كامل وتحس بكل التفاصيل. فاضبط جوك، طفي الأنوار وخليك لحالك، لأن اليوم قصتنا من أخطر وأبشع الألغاز اللي عرفها العالم. حادثة اليوم ما لقوا لها أي تفسير، وهي حادثة ممر دياتلوف. نبدأ القصة بعد الانترو. أول شيء لازم تعرف أن القصة الحقيقية هذه صارت أحداثها في شهر فبراير عام 1959 في جبال أورال الشمالية في روسيا، في مكان يسمونه السكان الأصليين جبل الشيطان. 9 طلاب جامعة كلهم شباب صحتهم ممتازة يحبون المغامرات والتزلج، وقائدهم كان إيغور دياتلوف، شاب شجاع ما يخاف وواثق بنفسه. الشباب سافروا في رحلة تزلج أسبوع واحد بس ويرجعون، والوضع كان ضحك وتصوير وعزف على الجيتار وكل شيء كان عايد. لكن في آخر يوم وقبل ما يختفون شخص منهم كتب في مذكرته: الجو مو مريح، في صوت صفير لكن يمكن تكون الريح. وهذا كان آخر شيء انكتب. مع الأيام الجو بدأ يتغير، ريح قوية والسماء مغيمة والثلج يشوفون مثل الدخان، لكن إيغور قرر إنهم يكملون الطريق. اللحظة اللي غيرت كل شيء إنهم طلعوا عن المسار الصحيح بدون ما يحسون، ويوم انتبهوا كان الظلام بدأ يحل. فإيغور قال لهم راح ننصب الخيمة هنا نرتاح إلين بكرة ونرجع نكمل الطريق. لكن هنا حقت إيغور كانت على منحدر مكشوف، هذا المكان ما حد ينصب خيمته فيه، لكن كانوا هلكانين وتعبانين من المشي ضد الريح، فقرروا انهم يتدفون، سووا الأكل، شغلوا الراديو وناموا، وكانت هذه آخر نومة لهم. وبعد أسبوع الجامعة بلغت إن الشباب ما عاد رجعوا ولا لهم أي خبر، فأرسل فريق بحث جلسوا يدورون أسابيع لين آخر شيء حصلوا خيمة، لكن ما كانت خيمة عادية. الخيمة كانت مشقوقة من الداخل مو من الخارج، من الداخل وكأنهم قطعوها وهربوا. والأغرب إنه آثار الأقدام كانت حافية أو شبه حافية وسط ثلج تحت 30 درجة تحت الصفر. في آثار لرجال ونساء من نفس المجموعة يركضون، بعض آثار الأقدام مرتبة وبعضها مشتتة وكأنهم يهربون من شيء، وكانت تتجه كلها للغابة. ما في دم ولا آثار لمعركة حصلت بينهم ولا مخلوق طاردهم، بس هروب جماعي. أول جثتين حصلوهم تحت شجرة وكانوا بدون ملابس تقريبا، وكان واضح انهم حاولوا يشبون نار بس النار كانت صغيرة وما دفتهم. اياديهم كانت محروقة وكأنهم حاولوا يقربون من النار بس عشان يتدفون بأي طريقة، وملابسهم كانت مقطعة. والأغرب كانوا كأنهم يحاولون يتسلقون الشجرة. على الشجرة كان في آثار خدوش وأغصان مكسورة، وكأنهم كانوا يهربون من شيء ويبغون يشوفون من فوق وش اللي كان وراهم. بين الخيمة والشجرة حصلوا جثتين، وهذول كانوا بملابسهم كاملة بس وضعهم كان جدا مزري، وكأنهم كانوا يحاولون يرجعون للخيمة، يمشون ويطيحون وماتوا في الطريق. الدكاترة قال بعضهم مات من البرد، لكن بعضهم أبدا ما كان برد. بعد شهر من البحث حصلوا 4 جثث مدفونين في الوادي والثلج كان مغطيهم بالكامل، وهذه كانت أغرب الجثث في القضية كلها. واحدة منهم صدرها متهشم بالكامل. معقولة ضربات تكسر العظام بهذه القوة؟ قال الدكتور تحتاج هذه الإصابة القوة تعادل حادث سير. والأغرب الجلد من الخارج سليم، ما في جروح وما في كدمات توحي بضرب. واحدة ثانية كان وجهها مكسور وعيونها مو موجودة ولسانها مقطوع، وما في أي حيوان حول الجثة ولا أثر افتراس. وش سببها؟ ما حد يعرف. ملابسهم كان فيها نسبة إشعاع، لكن كيف وليش برضه ما حد يعرف. داخل الخيمة لقوا دفتر مكتوب فيه جملة تقول: سمعنا صوت وكأنه يمشي فوق الثلج، وما كان صوت رياح، كانت صوت خطوات وكانت قريبة وحولنا. واحد من المنقذين قال بعدين: يوم كنا نبحث في الليل كان في شيء يوقف فوق التل، وكل ما أوجه الضوء عليه يختفي. يمكن كان يتخيل، يمكن لا. الناس حطوا مليون تفسير: انهيار ثلجي، بس الخيمة ما كانت مدفونة، وآثار الأقدام ما كانت مكسرة. وقالوا في تفسير ثاني يمكن يكون هجوم، بس ما في أي أثر للمخلوق ولا بشر. وقالوا ممكن تجارب عسكرية. بعض الملابس كان فيها نسبة إشعاع قليلة، لكن ليش هم بالضبط؟ وليش الخيمة مشقوقة من الداخل؟ وقالوا ممكن يكون خوف جماعي، بس الخوف ما يكسر صدور بقوة 500 كيلو ضغط. وقالوا ممكن شيء مو بشري، لكن الأدلة تقول إنه الشيء اللي صار مو طبيعي أبدا. بعد شهور الحكومة ختمت القضية بجملة: قوة طبيعية مجهولة، وانتهى التحقيق. لكن الحقيقة القضية ما انتهت. لليوم المنطقة ما تغيرت. الناس يقولون انه في اصوات في الليل، صوت صفير وهمس وكأنه الجبل نفسه حي. المنقذ كان يقول كنا نحس بشيء يراقبنا بس ما نشوف شيء. 9 شباب صحتهم ممتازة هربوا في نص الليل بدون ملابس وبدون عقل منطقي يفسر شيء، وما بقي الا اثار اقدام وخيمة مقطوعة وجبل ما يبوح بسره. هذا كان لغز ممر دياتلوف، واحد من اغرب وارعب القضايا اللي عرفها البشر. ولو تبغون نسوي حلقة ثانية نجيب فيها تسجيلات ونفصل كل جثة، اكتبوا تحت. لا تنسوا اللايك والاشتراك. دمتم بخير، سلام.